إذا علم الإنسان أن المال الذي ينفقه، أنت مثلا أنفقت 100 ريال في سبيل الله سبحانه وتعالى، اعلم أول شيء علم اليقين أنها بيد الله، هذا واحد، وأن الله يربيها لك حتى تكون كالجبل العظيم، وأن الله يقي عنك مصارع السوء، يبعد عنك مصارع السوء، وأن الله يبعد عنك ميتة السوء، وأن الله يضاعف لك الأموال ولا ينقص من مالك شيء، بل يبارك لك فيه ويزيده الله سبحانه وتعالى بركة وكثرة. وهناك من الأمور ما الله بها عليم، قصص كثيرة تعرفونها في الصدقة وغيرها. داووا مرضاكم بالصدقة. كم من مريض شفاه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصدقة. أنت الآن إذا عندك مريض، أب أم، أنت شخصيا مريض، أهل بيتك زوجتك أو أبنائك أو غيرهم، تصدق عنه بهذه النية، وانظر السحر الذي سيكون، أو ما هو بس والله سحر، لا والله تعالى الله عن هذا كله، انظر إلى المعجزة التي ستكون في شفاء هؤلاء من الله سبحانه وتعالى. داووا مرضاكم بالصدقة وما نقص مال من صدقة. سعيد المعمري: أحدكم فلوة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى يوم القيامة العبد منا يجد هناك حسنات كالجبال العظيمة، فيقول: من أين هذه يا رب؟ فيقول: هذه صدقتك التي تصدقت بها في الدنيا، هذه كفالة اليتيم، وهذه إقامتك على الأرملة والمطلقة، وهذه سقي الماء.